ايه الفرق ما بين العزل الصوتي والمعالجه الصوتيه؟ طيب خلينا في البداية نقول ان احنا كل اللي بنعمله في الفيديوز دي ان احنا بنحاول ان احنا نبسط المعلومات على قد ما نقدر. تمام. العزل الصوتي بمنتهى البساطة دوره ان الصوت اللي بره في الشارع ما يدخليش جوه، وان الصوت اللي عندي ما يطلعش بره. ده التعريف خلاص كده؟ البسيط جدا. بالظبط زي المصانع. طب ما هي المصانع بتعمل عزل صوت ليه؟ لان اصوات الالات بتبقى عالية جدا، تمام. خصوصا لو المصانع دي قريبة من مناطق سكنية مش في منطقة صناعية. مهم. وهكذا لأي مكان عنده المشكلة دي. في أماكن بيبقى عندها كومبروسرز كبيرة صوتها ضخم جدا، بيعملوا للمكان ده زي غرفة كبيرة معزولة صوت. مظبوط. طيب ده ليه علاقة بمعالجة الصوت؟ لا خالص، ده ليه علاقة بعزل الصوت، إن الصوت العالي اللي جوه ما يطلعش بره، أو الصوت العالي اللي بره ما يدخلش جوه. ده كده الإيه؟ العزل الصوتي. تمام. اوكي. خلاص. لما نيجي نتكلم عن المعالجة الصوتية، فالمعالجة الصوتية بالنسبة لنا ليها أكتر من حاجة مهمة جدا. مهم. أول حاجة خالص فكرة الريفربيشن تايم أو الريفرب اللي في الغرفة وهو صدى الصوت. تمام. إن إحنا إزاي نسيطر على صدى الصوت ده. تمام. الحاجة التانية بترجع هو أنا أصلا هشتغل داخل الغرفة عندي إيه؟ هل أنا استوديو صوت بشكل بروفيشنال؟ هل أنا هسجل مثلا وليكن برامج تعليمية أو دورات أو لقاءات أو حاجات، ولا أنا مش بعمل كل الكلام ده وأنا هعمل معالجة صوتية عشان أصلا عندي كروما وهصور فيديوز وإعلانات؟ تمام. فالمعالجة الصوتية دورها إيه؟ دورها إن إحنا نقدر نسيطر على الريفرب أو صدى الصوت اللي داخل الغرفة، وكمان بس ده بالنسبة للاستوديوهات الصوتية بالأخص. تمام. نقدر نعالج ونسيطر على كل الترددات اللي عاملة مشاكل داخل الغرفة.